ما تيجي اقول لك فكره بنعيش فيها ازاي، وعاشر ازاي معانا هي ازاي تصنع الكوميديا. يلا بينا يلا بينا. جه راجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت، احترقت. قال له ليه؟ قال له جمعت امرأتي وانا صائم في نهار رمضان. النبي قال له تقدر تعتق رقبة؟ قال له لا. قال له تقدر تصوم شهرين متتابعين؟ قال له ما اقدرش. قال له تقدر تطعم 60 مسكين؟ قال له انا فقير. سكت النبي وجه بعد شويه ومعاه تمر. قال له تصدق بيها على بيت فقير. قال له وهل يا سيدنا النبي في افقر من بيتي؟ فضحك النبي. تفتكر ضحك ليه؟ ضحك علشان المفارقة يا سادة، ويتحول حال الرجل من حال إلى حال، من الخوف الشديد لهول الموقف إلى الرغبة في أكل التمر مع أهله. وبالتالي فالكوميديا الجيدة قائمة على المفارقة، وسواء في السينما أو في الحياة العادية، فمستحيل تضحك لو فقير وقع، لأن ده هيجلب ليك التعاطف، الشفقة. لكن لو وقع غني أو اتكعبل فده هيصير ضحكة جدا. كمان في صفات تدعونا للضحك جدا، زي الغباء، واللي ناقشه الجاحظ في كتاب البخلاء، ومسلسل البخيل وأنا لفريد شوقي، والبدانة اللي ناقشها فيلم إكس لارج أحمد حلمي، والغباء طبعا أهم فيلم واللي بدر لذهنك دلوقتي وأنت بتسمعني، فيلم غبي منه فيه بطولة هاني رمزي. الحياة متعددة الاتجاهات والألوان، لكن الكوميديا ملهاش غير لون واحد للأسف، الأسود. وده اللي بيناقش المشكلات الكبرى من خلال الكوميديا السوداء، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية. والكوميديا ليها مدارس مختلفة، لكن أشهرها في مصر مدرستين: مدرسة الكوميديا للكوميديا قدمها الزعيم عادل إمام، ومدرسة الكوميديا للفكر وأشهر اللي قدمها الجوكر محمود صبحي. أخيرا زي ما قلت في الفيديو السابق، أحب أكد في الفيديو ده عدم استهداف الأشخاص لكن الأفكار. اجعل الكوميديا التي تقدمها أداة لفضح الفشل والغباء والجهل. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.